بعد تمريرة راجعة سيئة، مهاجم الخصم انقض على الكورة وانفرد بمرمى فاضي. الحارس لما فهم انه ما عاد يقدر يلعبها بشكل نظامي، ما كان قدامه الا خيار واحد: يوقفه بخطأ وبدون تردد. مسك رجله واسقطه داخل منطقة الجزاء. الحكم كان متمركز صح وما كان عنده اي خيار ثاني، ضربة جزاء وكرت احمر. فرصة هدف محققة والطرد كان لا مفر منه. الملعب كله حبس انفاسه بعد خروج الحارس الاساسي ودخول الحارس الاحتياطي اللي اغلب الجمهور ما يعرفه داخل يلعب أول دقائقه بقميص النادي. الضغط كان مرعب. أول لمسة له بالكورة بلنتي. في هاللحظة الحاسمة لاعب الخصم تقدم بثقة، لكن اللي صار كان عكس كل التوقعات. الحارس الشاب قرأ التسديدة صح، ارتمى في الاتجاه الصحيح وصد الكورة بقوة. المدرجات انفجرت فرح والدكة قامت على بعضها، وبمجرد ما تبعدت الكورة الحكم صفر نهاية المباراة بعد ثواني. الحارس البديل انتقل من اسم ما أحد يعرفه إلى بطل الليلة.